السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا وصفة النهاردة كده جميلة وكلنا يعني ما بنستغناش عنها في وجبة أساسية في الفطار، وهي الفول. هنشوف مع بعض هنعمل الفول الحراتي ازاي والفول الأخضر ازاي، فول مدمس. يلا مع بعض نشوف هنبدأ الفيديو ازاي. خلاص اهو، هو كده عملنا الكمية اللي احنا عايزينها. ما شاء الله جميل جدا اهو وزي الفل. بناخده بقى كده وبنغسله، غسلناه غسله كويسه يعني. جبنا بقى ايه، جبنا بصلايه وجبنا طماطمايه، يعني بصلتين وطماطميتين وفصين توم كده. بصوا يا جماعه، على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، على حسب الايه الخضار او الحاجه اللي انت هتحطها عليه. هنا التوم اهي والطماطم. ده بقى عرش التوم الاخضر جميل جدا، بيدي نكهه جميله جدا جدا يعني. فقلت بقى ايه استفاد منه، من النكهه بتاعته ومن فوائده. وحطيت ايه في الوصفه بتاعتنا توم وبرده ايه عرش التوم ده. هنعمل ايه بقى، هنجيب حله كده هنحط فيها بقى الفول اهو، خلاص بعد احنا ما غسلناه وبقى زي الفل اهو. هنضيف بقى ليه هنضيف البصل والطماطم والثوم وعرش الثوم اللي كان معانا. صلى على النبي يا جماعه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين كده اهو. كده اللي معانا ايه، معانا الفول الاخضر او الفول الحراتي، ومعانا بصلتين، ومعانا اتنين طماطم، ومعايا عرش الثوم، ومعايا الثوم. بننزل بقى كده بنغمره بالميه، بس بنكتر الميه شويه عن اي وصفه تانية. ويا ريت بقى لو الميه مغليه يا جماعه، مش مغليه بقى فايه بتبقى ايه يعني إيه فتره كده شويه. حطيناه خلاص زي ما انا قلت لكم، بنغمره بقى بالميه كده، بس لازم الميه تبقى كتير عشان ما نضطرش ان ايه نزوده، عشان ايه لما بنزوده لو زودناه ميه بارده اللون بيغمق خالص. فاحنا كده ايه نحطه بقى ميته إيه يكفي. شوفوا شرب ميه قد ايه، بس ريحته جميله وطالع جميل جدا جدا ما شاء الله، يعني زي ما انتم شايفين يعني. هو شكله باين هنختبره بقى كده ونشوفه استوى ولا لا. هناخد واحده كده اهو، هو استوى ما شاء الله. بقى زبده يا جماعه، يستاهل بقكم بجد. هناخد الفول كده بقى وقلت اضربه كده كده. خلاص احنا خلصنا الفول بتاعنا، عملناه في الخلاط زي هنجيب بقى كده خلاص احنا ضربناه في الخلاط. ناخد الكميه اللي احنا عايزينها وهننزل بقى كده في الطبق اللي احنا عايزينه، حسب الكميه بقى اللي انت عايزاها للوجبه اللي انت ايه اللي انت محتاجاها. هتجيبي بقى كده الفول. احنا طبعا لا حطينا بهارات ولا حطينا ملح ولا حطينا اي حاجه، بنظبط بقى ملحنا على قد الاكله او على قد الكميه اللي احنا ناخدها من الفوق. والباقي بقى بنشيله في التلاجة لما نعوزه. بنحط بقى كده الكمون والشطه، لان الكميه بتختلف. هنحطه بقى، حطينا طبعا الفول يبقى كمون وشطه وملح، وننزل بقى بالزيت. ريحته جميله قوي يا جماعه. لو عايزه بقى تحط شطه دي حسب الرغبه، انا مش عايزه احط شطه. عصره ليمونه بقى كده عشان ايه يبقى كده الطبق ما شاء الله. تقولي لي بقى فول عربيات ولا فول مطاعم ولا اي حاجه، حاجه نظيفه وجميله ومعموله في بيتك وبالف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. في نهاية الفيديو بتمنى وصفتنا تكون عجبتكم. يا ريت بقى ما تنسوش اللايك والكومنت الجميل اللي زيكم، واللي اول مره يشوف القناه بتاعتنا يا ريت يشترك يا جماعه قناتنا مطبخ القلب الطيب. تنورونا يا جماعه والله بجد، وتشوفوا كل ما هو جديد. وفي نهايه الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومع السلامه.